4 أمور إذا طبقتها بيستجيب الله لك الدعاء في يوم عرفة. أولها أن تحسن الظن بالله عز وجل وتوقن أنه سيستجيب لك الدعوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. والله أن الله ما وفقك وخلاك ترفع يدينك إلا أنه يبغى يستجيب لك الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي أن يرفع العبد يديه ويردهما صفرا. ثاني شيء، قبل أن تبدأ بما تحب اسمع الله عز وجل ما يحب، والله عز وجل يحب الثناء والمجد، فابدأ بالثناء على الله عز وجل والصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سلمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن. فقال: تسبحين الله 10 وتحمدينه 10 وتكبرينه 10 ثم سلي حاجتك فإن الله عز وجل يقول: قد فعلت قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة يوم من الأيام، فرفع رجل يديه وقال: اللهم إني أشهد أنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. غدا يوم عرفة، يوم تحقيق الأمنيات واستجابة الدعوات وتفريج الهموم والكربات. لا تخلي شيء بخاطرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسألن أحدكم ربه كل شيء، كل شيء. اسأل الله عز وجل عن زوجتك، أهلك.